في بداية الفيديو هندعي لإخواتنا في كل بقاع الأرض إن ربنا ينصرهم ويثبتهم، ونرجع نشوف تاني على الخريطة اسم فلسطين. اذكر الله وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ماليش نفسي أعمل فيديو، يعني حتى مش قادر أقول المقدمة بسبب الفيديو اللي أنا شفته. يعني إحنا في كارثة، والله العظيم ثلاثة، إحنا في كارثة. إحنا بيضحك علينا، كباتن الغلابة اللي موجودة في الشارع بيضحك عليها، كباتن الغلابة اللي في الشارع اللي بتقال لهم اعملوا مقاطعة بيضحك عليها، والناس اللي بيقولوا اعملوا مقاطعة بيعملوا دعاية لشركات تانية في نفس وقت المقاطعة. أنا ما عنديش مشكلة إنك تعمل دعاية للشركات دي، حتى لو الشركة دي الكيلو فيها بجنيه اعمل، ده رزقك، بس مش في المقاطعة يا كابتن، مش في المقاطعة. أنت كده ما عندكش مصداقية. أول يوم اتعمل فيه الفيديو قال لك هنقاطع 3 أيام، أنا يمكن يعتبر أنا الوحيد اللي على البرنامج اللي طلعت أول واحد قلت أنا مش مع المقاطعة، وقلت لك ما دام استثنيت يبقى انا استغنيت. لو تفتكر الفيديو ده، والفيديو ده موجود عندك في القناة. ساعتها شميت ريحة خيانة وشميت ريحة غدر، سبحان الله. وما عملتش المقاطعة ونزلت اشتغلت، ما عملتهاش. انا واضح وصريح معاك، نزلت اشتغلت، شميت ريحة الغدر والخيانة منهم. قلت لك ما دام استثنوا برنامج يبقى وراه إن. يعني ايه استثني برنامج؟ هو السرطان في المجال. يعني ايه استثنى البرنامج الكيلو فيه ب3 جنيه و80 قرش وتقول لي تفاوض في الخسارة؟ ما انت عشان بتقبض، انت وهو بتقبضوا، فمش فارق معاك الناس اللي مرمية في الشارع. عايز تعمل ريتش، عايز تكبر الصفحة، عايز يبقى تحتك قاعدة كباتن كبيرة جدا وانت المتحكم فيهم، هو ده اللي انت عايز توصل ليه. بعد كده لما قلت هنعمل مقاطعة من 6 ل 9، انا تضامنت معاكم. لما قلت كل البرامج انا تضامنت معاكم، قلت يمكن فيكم ذرة كرامة ولا حاجة، يمكن بتعملوا عشان خاطر ومع ان انا عارف اللي انتوا ما بتعملوش عشان خاطر الكباتن، انتوا بتعملوا عشان خاطر نفسيكم. وقلتها في فيديوهات قبل كده كتير، اللي انتوا مش فارق معاكم التشغيل ومش فارق معاكم الشغل، لان انتوا ليكم مصدر دخل تاني ربنا يرزقكم. سيبوا بقى الناس تشتغل، سيبوا الناس تاكل عيش. احنا في كارثة. انا هوريك فيديو، انا والله العظيم انا بص انا مخنوق. يعني انا صحيت من النوم شفت الفيديو انا اتخنقت ومش نازل اشتغل، قفلت. الناس دي كانت بتغشنا. اسمع كده الفيديو ده. النهارده طالع افضح لك واقول لك الكباتن اللي ركبت فوق كتافنا وعملوا فيديوهات اتاريهم كان كباتن مصلحه وهم ما بقوش مع المقاطعه. الاتنين دول اهم حاجه عندهم الفلوس. في ناس هتيجي تقول لي هم عملوا ايه؟ ده جه خد اللقطه في الاجتماع اللي فات وبعد كده طلع فيديو عن درايفر وبيقول لك الدرايفر والبنزين والكروت وبتاع والمقاطعه عملت تمام كده. ده التاني عمل نفس القصه برضه بقى، يعمل معانا يعمل لقاءات ويعمل مقاطعه وقاطع كباتن والكلام ده. وعمل ايه بقى؟ طلع في لايف امبارح على التيك توك قال يا جماعه انا مش مع المقاطعه، انا اخر يوم ليا المقاطعه بكره، انا عندي مصاريف وعندي بيت وعندي ايجارات وبتاع. تعال اقول لك بالدليل ايه اللي خلاني قلت ان هم خدوا فلوس. الدليل ايه يا جماعه بقى؟ هقول لكم عليه، اسمعوا بس الحته دي مني. هو واحد بيتكلم في الايجارات ويقول لك الايجارات وعندي مصاريف. هو احنا وانت قاعد في ايجارات واحنا مش قاعدين في ايجارات؟ هو انت عندك مصاريف بيت واحنا ما عندناش مصاريف بيت؟ ما احنا عاملين مقاطعه ومستمرين مع الناس وباذن الله احنا مستمرين باذن الله. والتاني راح يقبض. طب انا تعالى اقول لكم بقى بالدليل ايه اللي خلاني قلت عليهم ان هم قبضوا. مش عشان الاثنين عملوا فيديوهات لاند درايفر، لا، عشان انا عندي الاثبات. اسمع الاثبات. وخلاص هي الفيديوهات اتعملت اصلا، الناس كلها صورت. فكنت عايزه اعرف لو يعني حضرتك ممكن تفكر مره ثانيه ان شاء الله. يعني هو في اصلا حد كابتن محمد نزل الفيديو والمفروض كابتن اكرم برضه يعني بعته فعلا. فاتمنى ان حضرتك كمان يعني ممكن تبعت لك الفيديو بتاع كابتن محمد مصطفى اللي فيها برضه يعني نشوف التعليقات مثلا اللي نزلت عليه، لو في حد فعلا هاجمه او عارض او كده. ممكن تكون الدنيا تمام والناس فعلا شافت ان هي لفته لطيفه، فساعتها خلاص احنا حضرتك كمان ممكن تقتنع وتنزل يعني. وبعد ما سمعت الاثبات ده كان رد محمد سيد. لا والله للأسف موضوع فيديوهات دلوقتي لين درايفر ده مستحيل لو الفيديو 100,000 جنيه. وده كان رد محمد سيد على شركة ان درايفر. طب مين مكمل معانا في المقاطعة؟ ده مكمل معانا في المقاطعة، ده مكمل معانا في المقاطعة، ده مكمل معانا في المقاطعة، وبإذن الله أنا مكمل في المقاطعة ومعاكم. بس عندي ملحوظه صغيره، الراجل المحترم الفاضل ده عامل فيديوهات عني واتكلم عليا. الراجل ده من اسكندريه وكل اهل اسكندريه على دماغي من فوق، وانا بقول له انا عرفتك مين واكل ومين واقف في ظهرك ومعاك، وانا مكمل معاه الاسكندريه. والراجل ده راجل محترم وعلى راسي من فوق ومش زعلان منه من حاجه. وانتظر كل جديد. انسى تصلي على النبي. اكتب في كومنت ايه رايك في الاثنين اللي باعونا للشركات. لحد ما المقاطعه دي تخلص، وبمناسبه المقاطعه انا بحييكم وفخور بيكم. في نفس الوقت اللي فيه المقاطعه ربنا هيناولنا اللي احنا
احنا عايزينه، الفلوس ولو بتغير ما خدناش النفوس. اللي احنا انا معاك، عايزينه احنا والله يعني كفايه انا علينا معاك، الفرح بس والمحاوله. انت قلت مقاطعه كلمه راجل، يبقى تطلع راجل، تطلع قدها؟ لا مش قدها. ازاي انت ليك وش ازاي كده دلوقتي لما الناس تعرف كلها انت وهو اللي انتوا بتعملوا كده؟ انا ما عنديش مشكله انتوا تعملوا اعلانات، ما تعملوا، ما انتوا كده كده بتعملوا اعلانات، بس مش في المقاطعه. ما نبقاش احنا متضامنين معاكم وعاملين مقاطعه معاكم وانتوا بتشتغلونا. كده كده محمد مصطفى احنا عارفين محمد مصطفى بيعمل اعلانات لاندرايف، ومحمد مصطفى كان اقتراحه اللي هو في المقاطعه بتاعت الثلاث ايام اندرايفر ما تكونش داخله ضمن الحوار. عارف ليه؟ انا قلتها لك. محمد مصطفى اكيد عليه شرط جزائي، اكيد فما ينفعش يطلع يتكلم على اندرايفر بالسلب، ما ينفعش، وانا قلتها لك كده. واكيد هم اتفقوا على كده عشان خاطر ما يضرهوش. قلبهم على قلب بعض، هم بيحبوا بعض بس ما بيحبوش الكباتن اللي مرميه في الشارع. مش بيحبوك يا كابتن، مش خايفين على مصلحتك. اديك شفت الفيديو وبالدليل تناقض في كل حاجه. اعمل مقاطعه، احنا عايزينك معانا تعمل مقاطعه. بصوا عملوا الفيديو لما كانوا متجمعين مع الرابطه، كباتن كلها متجمعه عشان خاطر تسعيرات النقل الذكي، وكل ما يتكلم يذكر اوبر بالذات. هي اوبر دي عامله لك خرم؟ انا مش فاهمك. اوبر دي عامله لك خرم في دماغك؟ عامله لك خرم اوبر صح؟ لكن يقدر يقول ايه؟ يقدر يطلع يقول ان درايفر تسعيرتها زي الزفت؟ والله العظيم ما يقدر. يتحبس تاني يوم بالشرط الجزائي اللي هو عامله، يتحبس. ملخص الحوار عشان مطولش عليك الفيديو: هي دي الكباتن اللي انت بتسمع لها، هي دي الكباتن اللي انت بتاخد بكلامها، هي دي الكباتن اللي انت بتقعد تطبل لها في الكومنتات. يا بابا عم المجال كله عم المجال كله هي دي الكباتن اللي كانت بتطلب تقعد مع الكباتن بمبلغ نقدي. وزعلتوا لما انا عملت الفيديو وقلت لي انت مالك، وقلت لك المصلحة الأولى والأخيرة كانت الفلوس ومحدش صدق. الله يعين كل واحد على نفسه، والله يعين كل واحد على حاله. بس أنا من النهاردة أنا مش هسمع لأي كابتن في أي مقاطعة تاني. الشركات زودت ما زودتش، هي ماشية على الكل. لكن أنا مش هبقى كبش فدا لكابتن كذاب. محمد مصطفى وأكرم الاتنين كده، أنا مش هبقى كبش فدا ليهم، مش هسمع كلامهم تاني عشان انا اتقرصت المرة دي. وقالت انتوا كمان تتعظوا، تعرفوا مين بينصحكوا في الصح ومين بيضحك عليكوا وبياخد على قفاكوا اللقطة. اصحوا وفوقوا، وانا قلتها لك. كل واحد فيه مخ، تعرف تشتغل ازاي، هتعرف تاخد الكيلومتر بسعر عالي ازاي، هتعرف تطلع بمصلحة اخر اليوم ازاي. انت بقى حابب تمشي ورا سكة ناس تانية بتكذب عليك وبتضلك وانت حابب كده، يبقى اهلا بيك في كوكب المعرضين. سلام.